مساء الفل يا رجاله. في فيديو النهارده هنشرح كل تفاصيل اي فوتبول 26. هيكون فيديو مليان شروحات، فاضغط اللايك وشجعني بقى نرجع نبدا فيديوهاتنا مع اي فوتبول 26. يلا بينا على الفيديو. في الاول حابب افرحكم، اعمل لكم مسابقه قويه، اختار 10 منكم، هجيب لكم مدرب مورينيو تقدر تفوز معانا. كل اللي عليك هتنزل تشترك معانا في القناه، فعل زر الجرس، وال10 هختارهم من الرابط اللي في اول كومنت او في الوصف الفيديو، فتقدر تشترك وبكل سهوله. طب رجاله، فتحنا اللعبه، تعالوا نشرح كل تفصيله في اللعبه. هخليك تخرج من الفيديو ده عارف كل حاجه عن التحديث، وهبدا في الاول باهم نقطه وهي شرح افضل اعدادات للعبه. فتعالوا نبدا في الاول كده، نضغط على اضافات فوق معايا كده، ركز. هنختار اعدادات اللعبه، هنختار رسوم اللعبه، اهم حاجه الرسوم. في الاول انا طبعا مخليها اقل حاجه. انت ابدا اول ماتش يا شباب، فخليه مرتفع وجرب اللعبه عندك في حاله المرتفع كده، وتمتع لك ماتش واتنين لقيتها تقيله فخليها قياسي وجرب كده. لكن انا بنصحك ان انا، او بالنسبه لي انا يعني، هلعب على اقل حاجه. زي ما انت شايف دي الاعدادات اللي انا هستخدمها عشان عاوز اللعبه تكون خفيفه وانا بلعب، وده اللي يهمني طبعا. تمام. بالنسبه للناس هتسالني على السيرفر الاول قبل ما اكمل شرح الاعدادات، فانا مختار سيرفر مصر. طيب افرض انت اخترت سيرفر تاني فما تقلقش خالص، اللعبه شغاله كويس. انا شايف ان اللعبه لما بتكون بتلعب على الهوم، يعني انت تكون المستضيف، فهي بتكون اللعبه حلوه. لكن لما تكون انت المستضاف على الاواي، اللعبه ما بتكونش تمام. ده بعد تجربه كام ماتش في الديفيجن. تمام. طيب هندخل دلوقتي هنكمل شرحنا عن اعدادات اللعبه. هتمشي معايا دي افضل اعدادات هتظبطها. هتختار دي تشغيل، استخدم الاسيست يا جماعه، بقى ليه امتيازات كتير دلوقتي. جرب العب على الاسيست كام ماتش، لو لقيت الدنيا فيها مشاكل الغي الاسيست اللي هو المساعد الذكي. تمام. فهتشغل الاعدادات دي زي ما انا عاملها كده. تشغيل لوحة افتراضية، طبعا هتخليها ان انت تستخدم الزراير. بعد كده هتختار كلمة تحريك، المؤشر يكون بيتحرك. بعد كده تخلي دي يدوي، ان انت حاول تتدرب على دي يدوي، ده اللي هي بتغير المؤشر ما بين لاعب ولاعب. طبعا المدى هنا خليه متوسط اللي هو حجم الجويستيك. بعد كده تنزل تحت خالص هتخلي دي قياسي، دي اعدادات الزر لو انت عاوز تحركها. بعد كده هتسيب الباقي زي ما انت شايف كده. دي باقي الاعدادات زي ما انا اعملها كده بالظبط. ماشي. اللغه بتخليها اللغه اللي انت حاببها عشان تكون عارف معايا. بس كده، ما بعملش حاجه تاني، ما بضيفش معلق. الناس اللي عاوزه معلق بتضغط على كلمه تنزيل وتختار التعليق. انا ما بلعبش بمعلق خالص، اختار التعليق اللي انت حابه يعني، فاهم؟ عشان في ناس تسال ازاي تختار معلق. بس خد بالك، لو قللت الرسوم لاقل حاجه كده المعلق ما بيشتغلش. تمام. هنيجي لميزه جديده يا جماعه. لو انت ضغطت على صوره البروفايل بتاعك هتختار اللاعب اللي انت بتفضله. انا اخترت طبعا كريستيانو، انت اختار اللاعب اللي انت عاوزه. طبعا بتكتب اسمك هنا بتختار، هنا تقييمك بيظهر. هنا لو انت عاوز بقى تغير الصوره الافتراضيه، دي حاجه جديده وميزه كويسه يا جماعه. تقدر تغير لك الصوره البروفايل اللي فوق، ممكن تخليها بالمنظر ده، فهتتغير. ده ملف التعريفي بتاعك. تمام. غيرها عشان تاخد المكافآت اللي جات لنا دي. هندخل على الخانه الصفحه الرئيسيه، ودي صفحه مهمه جدا. هندخل في الاول على ضربات الجزاء ونشوف ايه اللعيبه اللي ضاف الجديد. لو ضغطنا على اللعيبه فعندك هازارد، اول لاعب هتقدر تاخده. هازارد بعمر كام؟ 28 سنه. العمر كويس جدا. كان طبعا في ريال مدريد، جناح غزير الانتاج، كويس جدا. معاه مهاره سبيشال ولا لا؟ تقريبا تمرير مفاجئ، عنده التمرير مفاجئ. تمام. صانع هجوم، ماشي. لاعب كويس، بيلعب بمهارة كويسة جدا، فتقدر تستفاده. يعتبر ده لاعب كويس وناس كتير هتلعب بيه. معانا برضو ايه تاني؟ تعال نشوف كده. هنا طبعا معانا راؤول موجود، معاه مهارة الفينش تقريبا، التسديد المفاجئ، معاه مهارة الفينش. معانا كمان بعض اللعيبة، في لعيبة شو تايم، مفيش لعيبة شو تايم. يعني راؤول ده هتاخده ده مكان دروجبا. راؤول مكان دروجبا. هنا معانا مين؟ معانا لاعب جديد، ريكارد، فرانك ريكارد، بعمر كام؟ 32 سنة. هل معاه مهارة جديدة؟ معاه تمرير برضو يا جماعه، فرانك ريكارد. اما بالنسبه للاعب التاني شو تايم، فلاعب تركي ومعاه برضو مهاره التمرير، برضو معاه مهاره التمرير. كده معانا لاعبين معاهم مهاره التمرير، وحتى كمان هازارد معاه مهاره التمرير، كله معاه مهاره التمرير. وباقي الحاجات زي ما هي. انت كده هتاخد راؤول، يعني هتاخد راؤول مكان دروجبا. طيب خلصنا كده، هندخل المهمات. طبعا هنا معاك مهمات. هنا المهمات دي هتستلمها. في مهمات هتتفتح يوم 21 ابتداء من يوم 21، وفي مهمات تانية هتتفتح بداية من 28/8. وفي باقي المهمات، يعني هنا بقت قائمة المهمات. في مهمات تانية هنا يا شباب. هنا في مهمات حلوة برضو تقدر تستلمها، يعني زي ما انت شايف كده. دي فاضل مهمتين تقريبا. طيب هنشرح برضو دي مرة تانية بالتفصيل. هندخل بقى على القائمة اللي بعد كده، العقود. هنا دي ايه بقى؟ هنا تذاكر اللعيبة ولاعب قياسي، ان انت تشتري المتجر اللعيبة، وفي متجر المدربين، جمعهم كلهم مع بعض. قائمة العقود دي، هتدخل قائمة العقود، هتختار هنا اول حاجه. نبدا مع بعض. اول حاجه هتلاحظ الباكجات.
تاني حاجة الحزم، معانا نزل حزمتين، حزمة ميسي وحزمة لامين يامال، دول الموجودين معانا. طبعا ليهم مميزات. هنا ميسي كل واحد بيسأل بيوصل كام بيوصل كام، يا عم مش هيفرق دلوقتي، وبنصحك ان انت ما تجيبش ولا حزمة منهم. تمام. ميسي هنا بيلعب كلاسيك 10، يعني اسلوب الكلاسيك ده اسلوب قديم قوي ومش مستحب يعني، ولكن لعبة ممكن تظبطه في الفترات اللي جاية. طبعا زي ما انتم شايفين معاه مهارة التعزيز، يعني مهارة التمرير كويسة جدا عند ميسي. ومعانا اللاعب الثاني في لامين، طبعا معاه مهاره الايدج كروس، وبيلعب بستايل كرييتيف بلاي ميكر اللي هو الابداع في صنع اللعب. تمام. ده كده اللاعبين ومعاهم الاثنين تماثيل زي ما انت شايف. انا شايف لامين احسن من ميسي بشكل التمثال وشياكه يعني. هل معاه حاجه تانية؟ معاه طقم، بيبقى معاه طقم ومعاه كمان التمثال ومعاه لوجو للملعب ب 1800 كوين. تمام. ده بالنسبه للحزم. تعالوا نيجي بقى لحته مهمه واضافه جديده، وهي اضافه تخصيص الملعب. هنا معاك ادي بعض الميزات للملاعب تقدر تجيبهم في المعزة اهو، وفي كمان في حاجات كتير، كل حاجه ب100. وفي يعني ده الناس اللي هتعلي الجرافيك. وفي طقم جديد اهو يا رجاله، ده الناس اللي هتعلي الجرافيك. ودي ايه بقى؟ دي احتفاليه. طيب خدوا بالكم بقى يا جماعه، الحاجات دي كلها للناس اللي هتلعب بجرافيك عالي. اذا انت مش هتلعب بجرافيك عالي فوفر بقى الكلام ده كله. تمام. هنا الحاجات ده المدربين لو انت عايز تشتري مدرب. طب هل يا ترى بقى المدربين دول معاهم لينك؟ مش عارف. تعالوا نجيب مدرب كده ونشوف المدربين دول هيكون معاهم لينك اب بلاير ولا لا. تعال نجيب اقل مدرب نشوف كده معاه لينك اب بلاير، نجرب كده هيكون مضاف له الميزه دي ولا لا. المدربين الجداد هندخل على ميزه اضافه اللينك اب بلاير، هشرحها لك بالمره. بس الاول نجرب المدرب اللي احنا لسه جايبينه. انا مش فاكر انا جبت مين بصراحه، تقريبا جبت ده تقريبا. معاك لينك؟ ما عندوش اللينك. طب هي شكلها في المدربين الجداد. بالنسبه للمدرب الجديد فانا جبته طبعا، لعبت في الديفيجن 3 ماتشات فاخدته، يعني اي ماتش هتلعبه كسبت خسرت فانت هتاخده. تمام. ده بدل الماتش باص، ده النظام الجديد بدل الماتش باص. دلوقتي هشرح لك الميزه الجديده اللي اتضافت للمدرب، ازاي تربط لاعبين ببعض. فانت هتضغط على المدرب وهتختار اللي قبل الاخيره اسمها لعب جماعي مشترك. بعد كده عشان تقدر تفعل الميزه دي فكل مدرب بيكون ليه صفات معينه للعيبه اللي هيختارها ومميزات معينه. فتعالوا نشوف كده مدرب مانشستر هيكون طالب ايه. هنا طالب لاعبين، اللاعب الاول في مركز السي اف ويكون بيلعب باسلوب المتربص، مهاجم متربص، واللاعب الثاني في مركز ال ام اف او الار ام اف وبيكون بيلعب بستايل متخصص عرضيات. يعني عاوز لاعب متخصص عرضيات في مركز خط الوسط، ولاعب مهاجم يكون مهاجم متربص. فتيجي على الخطه بتاعتك يا باشا كده وتحط لاعب في مركز ال ام اف او الار ام اف ويكون بيلعب بستايل اللي هو الكروس اللي هو متخصص عرضيات، وانا اخترت جنابري. وتحط واحد في الهجوم ويكون بيلعب بستايل المهاجم المتربص اللي هو فوكس ان ذا بوكس. تمام. انا كده نفذت الشرطين. هبدا اروح تاني واختارهم. هنا اختار كريستيانو رونالدو في مركز الهجوم وتضغط على كلمة انهاء، وتختار اللاعب التاني جنابري وتضغط على انهاء، وتتأكد ان انت مفعل التمركز القوي. تمام. تفعل دي. هتروح بقى على الخطة تلاقي خط ظاهر ما بين الاتنين، لينك اللي انت شايفه ده. طب لو انت حطيت لاعب تاني كده اللينك ضاع، لازم تحط اللاعب في مكانه وتتأكد ان انت عامل له حركة التفاعل او الترابط ما بين اللاعبين. فهمتوا ازاي بتتعمل؟ طيب في طبعا خطط كتير هنبدأ نشرحها وأساليب كتير وفكر كتير. الموضوع اتغير تماما وهقول لكم على أهم حاجات تعملها. من ضمن الحاجات النصائح اللي عاوز أقول لك عليها، هتثبت اللاعبين اللي أنت طبعا عملتهم، تعملهم هجمة عكسية عشان ما يتعبوش، عشان تضمن يلعبوا معاك الماتش كله بأسلوب الترابط اللي أنت عامله ده. دي حاجة تانية لازم تعملها. كمان لو انت مش عندك مهاجم ايبك فيفضل ان انت تحط لاعب بره احتياطي عشان تقدر مفعل برضو نفس الخاصية، وده يكون ليه لاعب بره عشان يكون نفس الصفات عشان تقدر تنزلهم لو اللاعب سهمه تعبان او حالته تعبانه في الماتش. تمام يا شباب. كده خلصنا نقطتين مهمين. هنتكلم برضو عن ايه؟ طيب لو ضغطنا على الخانه التانية كده يا شباب هنلاحظ ان هنا قائمه التدريب. لو انت عاوز تدخل تدرب او تتدرب على اي حاجه بقت في القائمه التانية، سواء بقى بفريقك او فريق حقيقي. اتنقلت من الخانه هنا، كانت موجوده هنا اتنقلت هنا عشان تاخد بالك. هنا بالنسبه لدي طبعا دي مخلصينها، بتقدر تخلصها وتاخد الكوين اللي فيها. بالنسبه لهنا يا شباب طبعا دي باقي التدريبات او حاجات اللي انت عاوز تعرف ازاي بتجري، ازاي تمرر، ازاي ترفع، الكلام ده كله طبعا انت عارفه. هنيجي نضغط هنا، ده المتجر المعروف. هنشوف ايه الاضافات الجديده في المتجر. ضافوا لك المدرب مع 150 كوين، وضافوا كمان لاعب جديد
لاعبين تقدر تجيبهم، يعني عروض جديدة موجودة تقدر تستفاد بيها. هنضغط على الصفحة الثانية برضو نشوف هنا في حاجة في المتجر، في صورة لاعب جديد. حلوة الصورة دي، اختارها. ده شكل الايبك اللي هينزل جديد يا جماعه، شكل طبعا اللوجو الشو تايم. هنشتريهم، ضافوا شويه حاجات جديده. هنا اللعيبه، لو ضغطنا على قائمه اللعيبه فضافوا كامافينجا، تقدر تجيبه برضو، لاعب كويس مش وحش. خلصنا بقى قائمه العقود وهندخل على قائمه جديده، وهي طبعا فريق اللي احنا كنا فيها. تمام. هنيجي هنا اللاعبين، طبعا دول اللعيبه اللي عندك، مفيش اي جديد فيها. هنا ملعب مخصص، هنا تختار بقى تخصيص الملعب. طبعا هتدخل على ايه، معاك 3 اشكال، معاك خد بالك 3 اشكال. عندي الشكل الاول والشكل التاني والشكل التالت، بتخصص 3 اشكال للملعب. لما بتيجي تدخل مباراة بتختار الشكل اللي انت عاوزه، وفي الملعب الديفولت بتاع كونامي. تمام. انا خصصت الملعب، تقدر انت بتخصص بقى، تخش على كلمة تخصيص وتختار طبعا هنا اسم الملعب، طبعا تسميه براحتك انت. وليكن مثلا هسميه ريال، برشلونة، اسمي اي حاجة، دي ار مثلا، اي حاجة بقى، دكتور اي فوتبول مثلا. فانت بتسمي اللي انت عاوزه، شوف اللي انت عاوزه بتسميه كده. بتغير اسم الملعب وتختار لون الملعب. طبعا انا خليت هنا لون الكراسي بتغير، انا خليته اسمر. بتغير بقى الجانب بتاعك زي ما انت شايف، الجانب انا خليته اللون ده. انت بتختار اللي انت عاوزه براحتك خالص. هنا العلامات طبعا في الملعب انت حابب تخليها اي لون، يفضل الابيض، براحتك انت. جرب بقى الاضاءة ده بتاعت الملعب، اختار الشكل اللي انت عاوزه. عندك الاعلانات، عندك نمط الارضية عشان ما تنزلش باتش ولا حاجة. انا اخترت التصميم ده. فانت بتغير كل حاجة في الملعب. الاحتفاليات طبعا اللي انت لو اشتريتها تلاقيها موجودة هنا. تأثيرات الهدف طبعا عندي ده خليتها، بس خد بالك لو انت عملت طبعا الحاجات دي لازم بتفعل طبعا، ما تكونش عامل الرسوم على اقل حاجة، الرسوم بتعليها. تمام. ده الشكل اللي انا عاوزه وده اللي هلعب عليه، واسمه دكتور اي فوتبول. تمام. وادي الباقي كلهم تقدر تخصصهم. عندك طبعا في ميزه كمان ان انت بتخليه بتعين ان انت اول ما تدخل يختار ايه بشكل تلقائي، مش كل شويه انت تغيره، او عدم التعيين خالص. فانا مخليه الافتراضي الاول اول ملعب. هنا حاجه جديده، التيشيرتات بتختار 3، ودي ميزه كويسه ان انت مش بتلاقي تيشيرتات كتير قوي، 3 بس. تمام. عندك هنا ايه المدربين اللي انت تمتلكهم، بس كده. هندخل في ايه تاني في الصفحه الرئيسيه. هنا بقى جو الايفنتات بقى والدوري، المباراة الودية، مباراة سريعة، يعتبر كده كل حاجة أنا شرحتها لك، مش محتاج حاجة. الماتش باص بقى يا جماعة، هو ده الماتش باص، ده يعتبر الماتش باص. خلاص. لو في أي حاجة ناقصاك أو محتاج شرحها يا ريت تنزل تكتب لي تحت في الكومنت. ما تنساش تشترك معانا وتفعل زر الجرس وتأكد على الكل. أشوفكم في حلقة جديدة في الشروحات القادمة.